يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام، بعد أن فرض الله عز وجل الصوم على العباد وفرضه على المؤمنين، قال في ذلك: ولعلكم تشكرون، أي بعد نهاية هذه العبادة يستحق الله عز وجل الذي أسدى بنعمه علينا في شهر رمضان، فإنه يستحق الشكر. شهر رمضان الذي فيه الله عز وجل قد أسدى علينا به نعم كثيرة، أعطانا به باب الريان وأهدانا به إن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وإن الصوم لي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيا عباد الله، وفي ذلك أمور كثيرة وهدايا عظيمة وجزاء عظيم، كلها ألا تستحق الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدماه. قالت: ثم أقول: يا رسول الله، لماذا تجهد نفسك؟ لماذا تتعب نفسك؟ وإن الله عز وجل قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. فماذا كان يقول؟ كان يقول: أفلا أكن عبدا شكورا، أفلا أكن عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالشكر عباد الله، بالشكر عباد الله تدوم النعم كلها. وإن أفضل نعمة وإن أعظم نعمة أعطاك الله عز وجل إياها هي نعمة العبادة، وهي نعمة التوحيد، وهي نعمة الصوم، وهي نعمة الصلاة. فلا تتكاسل ولا يضحك عليك الشيطان، فإن كثيرا من الناس اليوم قد تخلوا عن المساجد وأغلقوا المصاحف وعلقوها على الجدران وكفنوها بالأكفان وكأن الأمر قد انتهى. لا يا عباد الله، إن أصحاب الجنة هم أهل الاستقامة، إن أصحاب الجنة هم من ساروا على الطريق حتى النهاية. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل قارن مع الإيمان الاستقامة. فلا يصلح الإيمان إلا بعمل، لا يصلح الإيمان إلا بعمل، فإن العمل هو داخل في مسمى الإيمان. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يجب المداومة على الطاعات ويجب المداومة على العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. هؤلاء الذين آمنوا ثم استقاموا هم أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بماذا؟ بالعمل، جزاء بما كانوا يعملون. يا عباد الله، وإن بالشكر تدوم النعم كلها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول أهل العلم قالوا: الشكر هو الحافظ، وذلك بأنه يحفظ لك النعم الموجودة. وقالوا: وهو الجالب، يجلب لك النعم المفقودة. فبالشكر عباد الله تدوم النعم التي أنت عليها من العبادات ومن الطاعات، من الصلوات ومن الصيام ومن قراءة القرآن ومن تعاهد المساجد. ثم يجلب لك النعم المفقودة، العبادات التي كنت لا تقدر عليها ولا تعبد بها الله عز وجل ما دمت شاكرا، ما دمت مستقيما على دين الله عز وجل. فأبشر
بأن الله عز وجل سوف يجزيك جزاء الشاكرين. الله عز وجل عندما أمر آل داود ما قال لهم قولوا شكرا، وذلك بأن الشكر هو عمل، وهذا نوع من أنواع الشكر، بل هو أعظم نوع، بل هو المرتجى، بل هو المطلوب، أن العبد يكون عمله شكرا، وأن يكون شكره عملا، لقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور. في ذلك أن كثير من الناس لا يشكرون الله عز وجل بالعمل، فكن يا عبد الله كن من هؤلاء القليل، كن من هؤلاء القليل. لذلك ترى أن كثيرا من الناس يتعاهدون المساجد في رمضان، ولكن إذا انتهى رمضان بقي القليل وذهب الكثير. فكن من هؤلاء القليل، فقليل من عبادي الشكور. فبالشكر يا عباد الله تدوم النعم. والله عز وجل قد ختم آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وابشر أيها الشاكر، أبشر أيها المؤمن، إن الله عز وجل لا يعذب شاكرا أبدا، ولا يعذب مؤمنا أبدا، وذلك بقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن، أي الذي كان يفسر القرآن هو ابن عباس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو ترجمان القرآن، أي مفسر للقرآن يترجم القرآن. قال في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يعذب شاكرا ولا يعذب مؤمنا. فيا عباد الله المداومة على الطاعات هي المداومة على الطريق الحق، والمداومة على الصراط المستقيم من غير اعوجاج ومن غير ميلان. فإن الله عز وجل عندما أثنى على عبده إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. بعد هذا شاكر لأنعمه. فاعلم يا عبد الله أعظم نعمة تستحق الشكر من الله عز وجل هي العبادة وهي التوحيد. لذلك أهل العلم سموا سورة النحل قالوا هي سورة النعم. هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها كثيرا من النعم، ذكر الحيوانات وذكر المركوبات وذكر الألبان وذكر فضلها وذكر العسل وذكر الشفاء وذكر أمورا كثيرة، حتى أنه قال الله عز وجل فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن قال المفسرون ما هي أول نعمة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة؟ إنها نعمة التوحيد، وإنها نعمة العبادة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر الله عز وجل الشرك وضده التوحيد، أي إن التوحيد هو أول نعمة حق الله عز وجل أن يشكر المسلم الله عز وجل عليها، فإنها نعمة عظيمة.